عليك لاله مولاتي. من خلال الفقرات باش كل شيء سهل عليك لاله مولاتي معنا ليلى ام ياسين. اهلا بك ليلى. صباح الخير. السلام عليكم ليلى. الو تنسمعك. اهلا بك، لاباس عليك؟ على خير الحمد لله. كي دايره انت؟ لاباس؟ الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا بك. ربي يخليك. مرحبا بسلامك. تحيه ليك والطاقم وجميع المستمعات. بارك الله فيك. اليوم غادي اختاريت جوج ديال المواضيع اللي غنهضر فيهم ونتمنى يقدنا الوقت. غادي نهضر المشكل ديال الغموله اللي كيكون دائما في هذه الوقيته ديال البرد، والمشكل الثاني اللي وليت نشوف بزاف ديال السيدات باقيين غير صغار وتتقول لك والله ما بقيت تنسالي تنشط شعري النهار كله وانا مخشيه في الشقه. فغنعطيها واحد النظام اللي غتتبعه وان شاء الله غتولي تسالي واللي عندها الوقت الكافي فعلا. وخلاص الا تعودت على هذا النظام اللي غادي تشرحي لنا. اييه نبداو بالغموله. هنا كما قلت في الوقيته ديال البرد تنبقاو نشدو السراجم وداك الشيء تولي عندنا الغموله في الدار. وخلاص شي دار الا كانت ما فيهاش ما تطبقش فيها الشمس تكون فيها الغموله بزاف. فهنا كاين تكون عندنا الغموله في الصالون، تكون عندنا بيت نعاس، تكون في البلاكارات، تكون في تحت ليفي. اييه نبداو بالصالون. كاين واحد السيده قالت لك من تتجر السداري ديال العود تتلقى المخاد فازقين وتتلقى العود ولا خضر والحيط ولا كله مبوق بداك البروده اللي عندها. اييه فاشنو غادي ندير؟ غادي تاخذ واحد شيفون يكون ناشف وغادي تمسح داك الحيط مزيان وتمسح داك العود تكون الغبره ويكون داكشي تمسحو مزيان. اول حاجه. ثاني حاجه غادي تغلي شويه ديال الخزامه مع الماء تتغليه مزيان وغادا تخليه تيبرد وتصفيه ديرو في البخاخ مع مثلا درت كاس ديال الخل ديال الخزامه الماء ديال الخزامه ندير معاه نص كاس ديال الخل ونخلطو مزيان بداك البخاخ ونرش هذاك الحيط اللي كله فيه الغمال وكذلك داك الجنب ديال داك العود اللي ولا نتبدل ليه اللون ديالو نرشو مزيان ونخليه غير شويه ونجي ندوز عليه واحد الشيفون صافي الفرا ما تيبقاش يتحيد. وهنا واحد النصيحه السداري ما نلصقوش مع الحيط ديما السداري نخليه شي شويه بعيد شويه على الحيط. فهمتيني يا اختي سناء؟ وملي تكون عندها المشكل ديال المخاد فمن الليل تيكون داو تتكون هذا داك المخاد نهبطهم على السداري فالصباح وعاد نقادهم باش ما يبقاوش يفزقوا ليها. فعلا. اييه تخلي واحد المسافه قليله. اييه حتى انه كاين بعض السيدات اللي داروا ما عرفتش كيسميو هذاك اللي بحال بانو اللي تيبان بحال الحجار اولا كاين اللي مثلا كيلصق بانويات مثلا عرفتي دوك اللي كيلصقوا اديسيف اللي بحال بابي وقاصح عرفتيه؟ عرفت. راه كيتباع يمكن ب 10 دراهم المترو 15 درهم. هذاك يعني عاون الناس في الوقيته الناس هو تيحيد داك البصه ديال الغمال. اييه كذلك نصاوبوا واحد الخلطه. هاد الخلطه راه تيصايبوها هذوك اللي تيكونوا خدامين في البحر تيكون داك الماتيريال ديالهم وداك الشيء مع داك الجو ديال البحر تيصدي وتيخسر ليهم. فهما بزاف تيصايبوا هاد القضيه هذه. تاخذي واحد القرعه مثلا قرعه ديال الدجاج تكون صغيره تاخذي القطن تترشيه باي زيت عطري. وانا تنفضل الا كان عندي الغمال نفضل الزيت ديال شجره الشاي فهو ضد هذيك الريحه ديال الغمال. ترشو او ندير الروح ديال الخزامه او ندير الروح ديال الورد اللي عندي واللي انا تنفضل. غادي نرش هذاك القطن اللي درت في داك القرعه وغادي نشد واحد الفونسمون وغادي نسد بها داك القرعه من الفوق وغادي نهبطها واحد شويه تكون هابطه بحال شي صريره هابطه على داك شويه في القطن وندير فيها داك الملحه الغليظه ولا الملحه المتوسطه. ما كايناش ندير غير الملحه العاديه الرقيقه الا ما عنديش هادو. وهذيك الملحه حتى هي ترشها باي زيت عطري. فهنا هذاك الملحه تتمص لي داك الرطوبه
وتتهبطها لي على داك القطن، وداك القطن ملي تيهبط لي داك الرطوبه ما تعطيش داك الريحه ديال الغمال، كتعطي داك الريحه ديال هذاك الزيت العطري اللي درتي. اييه وبهذا تتخلصي من داك الريحه ديال الغموله كتبقى ريحه زوينه. وتترتاحي. هذه تديريهم في قريعات، مثلا عندي ما بين الصالون ما بين العود والحيط ندير داك القريعات، فين ما البلاصه عندي في البلاكار ندير داك القريعات هي في البلاكار، فين ما كان عندي الغمال ندير هذيك هذا الخليط اللي قلت. هذه بالنسبه للصالون. بالنسبه للبلاكار وما نساوش كيف نفيقوا نحلوا الشراجم، نخليو واخا ما كاينش الشمس، راه غير داك البرد اللي تيدخل راه تينفذ داك الدار وتيولي الهواء داير، البرد داير في الدار، وبالتالي ما تتكونش عندي واحد الغموله. بالنسبه للبلاكار ديال الحوايج، البلاكار ديال الحوايج هو عندي فيه الغمال، فغادي نكون ملي يكون حيد الحوايج غادي نمسحو حتى هو نرش عليه كله بهاد الخل والخزامه. جربوه راه مخير اختي سناء. يرشوا كامل في داك البلاكار ويخليو واحد شويه ويمسحوا، وعاد يحطوا الحويجات ديالهم. خلاص دابا راه ولاو منظمات اختي، ولاو منظمات زوينين، منها تعطيك المساحه، منها تمشي ديريكت الحاجه اللي بغيتيها. هذه المنظمه هازه لي السراول، هذه هازه لي البيجامات، هذه هازه لي التريكوات، حتى بالنسبه للبلاكارات ديال الوليدات. ورخاص في الثمن ديالهم الصراحه. ورخاص والله يا اختي تيريحوا اختي سناء. من داك ملي تبغي تجبدي الحاجه تتبعك كلشي تيتبعك. وعاد مثلا البنات هكا الاستيكات وداك الشيء ديال الحلقات لي زاكسيسوار، شحال من حاجه، المكياج، لي برودوي، يعني بزاف د الامور. تتهنيك صافي تتولي الحله ملي تحلي البلاكار، النظره اللي تشوفي البلاكار نظره اخرى، ماشي بحال هذيك الحوايج المتسبشين، ماشي بحال النظره السابقه. وحق الله. لا مزيان. وصافي تندير هنايا واحد الخلطه، هذيك تندير انا تندير الكافور، عرفتي لا كافور كان قديم، كان في داك المدور اللي بحال المدور، كان في الموف، في الصفار، في الاحمر، تناخذ داك القرونه هذاك تنطحنوه مع الخزامه، تتعطي واحد الريحه مجهده وزوينه، تديريها في الكميميسات ولا في داك الليبات اللي ما بقيتيش باغاهم وتتلوحيهم في داك البلاكار، فيما تتحلي تعطيك ريحه زوينه. وكثريه الا درتي داك الصابون اللي فيه ريحه زوينه وحكيتيه ورشيتيه باي معطر حتى هو تعطي واحد الريحه غزاله. ولا تناخذوا عرفتي اختي داك البواطات الصغيورين اللي تمشي للمطعم تيحطوا لك فيه المايونيز، فيه كيتشوب، داك صغيورين عرفتيهم البلاص. اييه هادوك تتقبي داك بشي برا ولا بشي موس، تتقبي داك ديري تقيبات بداك الجهه الفوقانيه اللي تيتسدوا، وتديري اما القطن تترشي باي بارفان ديالك تعجبك وتتسدي تبقى عاطي ريحه زوينه، ولا نديرو حنا غير القرنفل، تديري داك القرنفل وتترشيته بريحه وتتسدي. ومني تديري هاد الغمال هاد الطريقه اللي قلت، من مره تديري مثلا صوبتي الماريو البلاكار قديتيه نبخرو شويه، لا عندي شويه ديال العود ولا سميتها الاخرى صرغينه ولا صرغينه، تتخلي واحد الريحه زوينه. ملي تبغي تجبدي شي حاجه تلبسيها تعطي واحد الريحه زوينه في داك الحويجات فعلا. يعني تتحاربي الغمال تيأثر وتيمرض اختي في هذا الريحه ديالو كيف قلتي وتيمرض. واعره الريحه ديالو واعره. صافي ملي تيكون البرد وهذا تنحاربوا بهاد الحويجات اللي هما طبيعيين وعاديين ما يخافوش منهم. ويوميا الواحد يهوي البيت مثلا، ضروري حتى هما اللي فيهم الغموله ديما يحلوا البلاكارات، يعني في ضروري باش يتهوى البيت، وكذلك البلاكارات اللي فيهم الغموله. حتى هذيك الحوايج ما تنجبدوا الحوايج ومده كانوا في البلاكار مثلا عندنا كان البرد وغادي يدخل الصيف، تجبدي شي حاجه بيضاء ولا ملونه تلقي فيها واحد البقع ديال الغمال. وعاد واحد الحاجه فكرتيني بزاف، كاين بعد اللي مثلا كيكونوا كيف قلتي حوايج ديال الصيف كنجبدوهم في الشتاء ولا العكس وتيشمشوهم مباشره لا تتبقى الريحه. لا ما خاصهمش
يعني الواحد يرد البال لانه بعد النوبات كتبقى يعني شي حد تيكون حداك مثلا تتبقى ديك الريحه ديال الغموله مثلا في الحوايج كتكون عاطيه بزاف، عاطيه وخيبه ليه. صحته خيبه فعلا. يصبنوا وعاد يتشمشوا مزيان. ضروري اي حوايج جبدناهم. واخا كاين دابا داك المنظمات داك الساشيات اللي ولاو تنديروا فيهم وهذا وتتمصي داك الهواء منهم، مرات تلقي فيهم الا كانت عندك هذا وهم مسدود عليهم. تجبدي تلقي داك البقع بحال زرقين كحلين. تتجبديهم تاخذي تديري في واحد الطاسه ولا بانيو، تديري الماء سخون، تتلوحي فيه داك المسحوق ديال الصابون ديال الحجره انا تنحكو، وتزيدي عليه داك الخماره ديال الحلوى. تتخلطيها مزيان وتدخلي فيها داك البقع اللي في داك القميجه ولا التريكو ولا السروال ولا، وتتخليه واحد نص ساعه، وترجعي عيد تفركيه بين يديك ما تيبقى فيه والو. صافي ديك الساعه تدخليه لا ماشين تيتصبن وتتنشريه عادي. واخا. وفاء العثماني كنشكرها بزاف، كتبلغ لك السلام وقالت لي حتى في البلاكارات فاش كنديروا داك العود ديال النجاره راه تيمتص ديك الريحه، تعطي واحد الريحه زوينه ديال العود. وممكن هذوك الطريفات ديال العود ديال النجاره ديروا فيهم القطرات كيف قالت ليلى. زيت شجره الشاي اولا زيت الخزامه اولا زيت الحامض، يعني شي زيت اللي هو عطري اساسي مركز. بالنسبه للحوايج دابا غندوز نعطيك واحد الخلطه هي اللي هي زوينه وافكاس للغمال. تاخذي شويه ديال الفاخر وشويه ديال الخزامه والطباشير واي صابونه عندك فيها ريحه زوينه. هادشي كلشي تطحنيه وتديري توا في الكميميسات وتتحطيه في البلاصه اللي عندك فيها الغمال. نفس الوقت يعطيك الريحه زوينه وفي نفس الوقت يمصلك داك الغموله اللي عندك مزيان. ندوزو دابا حتى لهذيك واحد السؤال تيجيني بزاف على لا ماشين، داك الجلده تتكون ديال السيليكون اللي تكون في الباب، تيوليو فيها واحد النقيطات ديال الغمال. فعلا هذيك لا ماشين اول حاجه فين ما نصبن ونسالي خاصني ندوز واحد الجويف على هذيك الجلده، ما مسالياش ندير داك الورق النشاف ديال الكوزينه نقطع منه ونخشيه ما بين هذيك الجلده وهذيك الجلده، غادي يمص ليا هذاك الماء اللي غادي يبقى ليا. نخليه غير واحد شويه ونجي نحيدو ونعاود ندوز واحد الشيفونه صافي هو نشفات. الا نشفات لك لا ماشين ما غاديش تغمل لك هذيك البلاصه نهائيا. ولا غملات غادي ناخذ يا اما بيكربونات الصوديوم او خماره ديال الحلوى ونضيف ليها شويه ديال الملح، وغادي نرش هذيك البلاصه اللي فيها هذيك الكحوله وندير على هذاك الورق النشاف ونرش عليها الخل الابيض، نرش عليها مزيان حتى تيفد ونخليه واحد الساعه ديال المكانه ونجي نعاود نحيدو ونمسحو هذيك البقع ما تتبقاش نهائيا. ممتاز. غادي ندوزو دابا لواحد المبيد ديال الحشرات طبيعي، وهذا غادي يليق للغمال، يليق ملي تتخملي بتنعات وتحيدي المضربه، غادي يليق للصالون اللي حيدتيه وصيقتيه وداك الشيء. تتبغي ترشي شي حاجه هذا غير طبيعي ما يخافوش منه، خصوصا وانه صراحه بايغون ولا مبيد الحشرات يعني واعر طيب ما بقيناش نقدو على الجهد اللي فيه. صعيب انا تتفاديه قدر الامكان. لو الى صيبتي لنا شي حاجه يعني طبيعيه مزيانه. هذا يصيبوه راه زوين بزاف اختي سناء. اول حاجه غنصيبوا الخل ديال الخزامه اللي هو ساهل. عندي نص اطرو ديال الخل الابيض، غادي نضيف ليه 100 غرام ديال الخزامه مطحونه، غنديرها في قرعه ونحطها فوق نحطها في شي بلاصه مضويه ونخليها تقريبا 3 اسابيع. داك 3 الاسابيع مره تنحرك مره تنحرك حتى تكمل داك 3 الاسابيع صافي تتصفيه تديري في قرعه وتتخليه. غنصاوبوا به هذا المبيد الخل ديال الخزامه نصايبوه هو الاول. هو الاول. غناخذوا منه 150 مليلتر ديال الخل ديال الخزامه، غنزيد عليه 4 الحبات ديال القنفل، 4 ديال الوريقات ديال النعناع الصوفي، ونص معلقه ديال الشيح يكون يابس، ونديرها في قرعه. وهذا تيبغي شي
النهار عاد تكون اللون ديالها مبدل ما يكونش بيض، ولا نغطيها بشي حاجه تكون باش تبغي شي بلاصه تكون مظلمه. اييه وغادي يعني كدير فقرعه اللي اللون ديالها غامق. فوالا باش يبقى شي حاجه مظلمه، ولا نديرو شي بلاكار لداخل ما تدخلش ليه الضوء. واه غنخليها مده 4 ايام. هذيك مده 4 ايام مره تنجبدو مع مره في النهار ولا جوج ونحركو. اييه صافي من يسالي مده 4 ايام صافي ديريه في البخاخ وفين ما تخملي وتكملي وتسالي، رشي داك الشراجه ثنايا السدادر من الداخل، رشي كاع البلاصه اللي سيقتي للبيت ناس للصالونات في اي بلاصه. ما تخافيش منه، راه يقتل لك الحشرات ويحيد لك حتى الغمال. يعني نصيبوا على تيساع يعني داك الخل ديال الخزامه صافي ونخلطوا بالقرنفل والنعناع الصوفي والشيح اليابس. على العموم هادو يعني الريحه ديالهم كتكون شويه قويه كتنفر هذوك الحشرات. يعني ما تيبقاوش. وحتى انه الواحد اللي غادي يرش بهم ما غاديش ديرونجي على مستوى الرئه، قفص الصدري كاين اللي عنده ما يخافش منه نهائيا. يعني رش ما يخافش فيه ريحه زوينه، ريحه النعناع الصوفي غزاله، ريحه القرنفل، ريحه الغزامه. سهلتي علينا فعلا. زوين غير يصيبوه. اكثريه اللي عنده الغمال راه خاصو يصوب هذا، راه غادي تهنيه تحلوا الباب وتدخلي تشمي ريحه غزاله في الصالون في الدار كامله. مزيان. بالنسبه البديل دابا غندوزو للنصائح مطبخيه. اييه البديل ديال الفرماج بعض المرات الله يكون في العون تتنساي ما تتسويش الفرماج وانتي صوبتي بيتزا وجيتي للاخر وما لقيتيش الفرماج. واخا تنكون عندي واحد 3 ديال ناخذ 3 الفرماجات، يا اما مسلتين يا اما مربعين، غنديرهم في الخلاط، غنضيف ليهم واحد البيضه، واحد شويه ديال الملح وشويه البزار، وغادي نطحن. مني غنصاوب داك البيتزا وندير لاصوص وندير كلشي، غادي نخوي على فوق من فوق البيتزا وندخلها الفران. من تخرج ما تعرفيش بانك راه يسحبوا غير فرماج. ممتاز. تيجي تماما بديل الفرماج، يجي رائع. هنا واحد النصيحه، بعض المرات تكوني بغيتي ديري شلاضه وتعرفي بغيتي داك اللون احمر وتيكون غير في الباربه، ما عندكش الباربه وانتي بغيتي تدخليه، هي هاد النصيحه زوينه، لا اللون ولا باش تزيني داك الشلاضه. وحتى الوليدات تياكلوه ما تعرفوش اشنا هو اللي هو اللفت داك اللفت الابيض تاخذيه وتتقطعيه شرائح دائريين وتديريه في كاسرونه، تضيفي ليه حبات من الكركدي واخا وتضيفي ليه الماء ونقطع عليه البوطه وخليه يغلي. ما حد داك الكركدي تيغلي وتيطلق داك اللون الاحمر واللفت يولي تا هو في داك اللون ديال الباربه. اييه صافي مني تيطلقوا تيولي لك صافي راه ولا لك في داك اللون، تتحيديه وتديريه بلاصه الباربه شلاضه. منها تياكلوا الوليدات تدخليه ليهم بلا ما يعيقوا، منها انت تزيني الشلاضه ديالك. فكره هذاك الكركدي اولا البسام اللي كيسميوه يعني في المناطق المدن الصحراويه، يعني كيعطي داك اللون كيلون لينا هذاك اللفت. اييه هذاك اللفت مسكين معانا عرفتي كنخليهم مسكين تيجي تكتكسو. بعد المرات ملي درتي لي المكياج عينا ولا دابا غير ماكي واختي وحطوه كلوا بعينيكم مغمضين. مسكين ما نذوقوا فيه. وشوف دابا سبحان الله العظيم، وهو الفائده اللي فيه عرفتي عقلتي الوصفه ديال السيرو. تبارك الله هذاك راه شنقول لك ما شاء الله مخير السيرو ديال الوليدات اللي كنا درناه هكا مع العسل ولا مع سنيده ديك الساعه. ان شاء الله نعاودوا نعطيو، ان شاء الله نعاودوا نعطيو. وراه فيه فائده كثيره ولكن ما عطينوش حقه في الصراحه، ما عطينوش حقه. راه من ديري هاد الطريقه وتديري الشلاضه تيتكال ما تتحسيش به. مزيان. دابا هذاك الكركدي بحال دابا الناس اللي تيبغيو يديروا شلاضه ويسلقوا ويزوقوا بالبيض مثلا السمان اولا هذا البيض يعني ممكن يديروا هذا، يمكن يديروا باش يعطي اللون واحد اللون زوين. واخا فكره زوينه. دابا ندوزو للسيدات اللي ما عندوش الوقت يمشوا شعرهم. اييه انا جبت لهم الحل. دابا حنا في النهار عندنا الفتره الصباحيه وعندنا الفتره المسائيه. حنا غادي نبدا لهم بداك الاخر من تيبغيو تنعسوا وليداتهم، حيت هي اللي غتكون بحال داك البوليسي ديال الطريق اللي تيقاد لينا الطريق. فعلا انا نعس وليداتي، اني خرجت ملي
غنخرج ما غاديش نمشي نشد التليفون ولا نبقى مجمعه ولا نبقى ندخل شي الفيديو. لا انا ما مسالياش، خاصني نقوم بهذه القضيه باش نربح للغد الوقت. والغد. باش نربح للغد. وانا مدروكه مع وليداتي باقين صغار، محنا معاهم، خاصني نلبس، خاصني نمشط، خاصني نوكل، خاصني يعني ما عنديش البديل. ما نحش راسي على انا عييت، انا لا نوض نقول لا مولاتي ونتجاهد، تكون عندي الطاقه الايجابيه. الطاقه السلبيه مني تنعسي وليداتك سيري للزرابي اللي عندك في الدار، لوحي فيهم الملحه، لوحي الملحه وخليهم، لوحي في الدار كامله الملحه وخليها. لغايه الصباح ملي غادا تفيقي، غادا تفيقي بعدا ومن تفيقي ما تفيقيش بداك الزربه، ما تفيقيش وانت مخلوقه تلقي النهار كله وانت فيك الدوخه وانت ماشي تلهي. ندوزو بعدا الفقره ديال الليل ديال النعاس. انا نعس وليداتي غنمشي ديريكت الكوزينه، وياك تخلي الماعن حتى الغدا وتقولي لا انا عيانه صافي غنمشي نعس ولا غنمشي نشد التليفون ونخلي داك الماء عندك ليفي عامر. عندك الماكينه ديال الماء خشي فيه هذاك الماء يتغسلوا. عندك شي حويجات وانا مدروكه ما عنديش الوقت نديرهم في لاماشين نحيدهم عليا. لا كانت لاماشين تدير لا صداع لا والو باش ما نصدعش الناس. ندوز الليفي ما عنديش هادشي كلشي، غندوز الليفي نغسل داك الموعنات نمسحهم نحيدهم. عندي ندير واحد البلاكار خاص بالمواعن ديال الضياف باش ما يبقاوش مبرزطني. نخوي الباكاج، ما نخليش عندي الباكاج، نخلي المواعن الاساسيه اللي غنخدم بهم لا غير. الكوزينه تبقى خاويه. اي حاجه اكثر من عام داز عام ما استعملناهاش، عارفه انك راك ما محتاجيهاش. اللهم تبارك الله راه نتبادلوا مع الخواتات مع الخوت. ولكن تبارك الله عريسات هما كيوجدوا. كاين اللي يلاه مثلا تحول من دارو باغي مثلا يقادها ما فيها باس، يعني من الاحسن اللي شفنا عام ولقينا هاد الاله ولا هاد الحاجه ما استعملناهاش ما خدامتش بها نحيدها عليا، نخوي عليا نخوي عليا ونقص باش انتي تنقصي عليك التماره. ما عندك انت معمره لذاك الكوزينه. وواحد القضيه اخرى اختي سناء تنديروا درت انا الاولى وتيديروها بزاف الناس، داك مساكن الباكارات اللي من الفوق نبقاو نحطوا فيهم تيولي واحد المنظر خايب ديال الكوزينه. تدخلي تتبان لك داك المنظر خايب وتتبان لك الكوزينه عامره. داك البلاكار الفوق من البلاكار خلي اختي خاوي، خليه خاوي. الا عندك الضيق وجيب النجار يدير لك ليه بيبان، يدير لك ليه بيبان وانت تهنيتي ولا واحد المنظر زوين وما انك مخبيين هذاك الشيء. راهي بالتنظيم اختي، التنظيم تنظيم وقتك غتربحي الوقت. انت غسلتي المعينات، انت جمعتي الدنيا، انت ندير داك النصيحه. كونوا تسمعوا البرنامج هذا مولاتي مع النصائح غتستافدوا. هاد النصيحه اللي عطيت ديال الملحه، ديال الملحه الغليظه ولا الملحه ديال الطياب، ندير عليها بيكربون الصوديوم ونريح لها ونحط عليها اي زيت عطري، نديرها في قرعه تكون موجوده. انا درت الكوزينه كملتها، درت الحمام مع الوليدات حكوا سنانهم والدار حك سنانهم، حتى انا حكيت سناني لافابو وبقى موسخ. ندوز عليه البخاخ فيه الماء والخل وبيكربونات، دائما نكون في يدي واحد الشيفونه. الثلاجه بانت لي فيش حاجه نرش ونمسح، بوطاجي نمسح في المدس البخاخ. وهذا مرافقني هي بيدينا مرافقني ندوز داك لافابو نرش ونمسح المرايه نمسح. انا لافابو ديت داك الشويتات عقمتهم قديتهم مسحت لافابو. الطواليت حاجه حتى هي كذلك. داك القاع ديال داك الثقبه ديال داك الطواليت الا هملتيها ولا ما بقيتش غسلها يوميا راه تتولي صفراء. ولو خفيفه اختي الملح اللي عطيت دابا ديال البيكربونات وزيت عطري وداك القرقاره ديال الليفيتا هي اللي فيها معلقه وديال لافابو، وشوفي النظافه اللي غتولي عندك والريحه اللي غتولي عندك في الدار. بهذه الطريقه ما كتجي فين طيبي ولا مثلا تعجني كتكون الكوزينه نقيه. وحتى الواحد فاش ينقي الخضره يعني ما ينقيهاش مليوحه في شي شبيكه ويلوحها نيشان. يعني داكشي اللي كاين صافي مشيتي اختي نعسي راه حيت داك العقل الباطني اللي خليتي الماء راه يبقى ممرضك، خليتي الماء خليتي هذيك غتصبحي كيفاش غادا ديري. ما تتنعسيش انت مزيان، ما تتنعسيش صايبي لهم فطور زوين مثلا. ما تتنعسيش مزيان. انت تفيقي هنا الفياق نفيق بشويه عليا، نفيق قلت واحد شويه لان راه كنا ناعسين والناس يشبه اختي الموت. راه كلشي كان واقف. نفيق بشويه نجلس وتنحل عينيا ونرتاح عاد نوض. انا درت الغيبه يفيقني. انا مثلا تنفيق مع السبعه غنديرها مع السته، غنفيق قبل من الوقت اللي تنفيق فيه وليدات.
غنربح داك الوقيت. بغي نصلي صليتي الفجر راه مزيان، باغا نعوم نوض نبغى ندير شي ماسك ندير داك الماسك. هو الاول عاد يفطر وليداتو على حسب. فوالا ندخل الكوزينه، الله الكوزينه فيها ريحه زوينه، مجموعه المعينات ديال الفطور كاينين، ننوع لوليداتي في الفطور حيت التنويع حتى هو زوين. كل مره ندير لهم حاجه ونحط الفطور لوليداتي، ومن نفيقهم غنديهم نغسل ليهم، نمشط ليهم، نلبسهم، غنجيبهم الفطور. انا ما خداماش علاش انا نبقى نتسابق معاهم ونفطر معاهم؟ لا، غادي نفطر وليداتي، ولا كان ترونسبورتي يديهم هو هذاك، كان انا اللي غنديهم لبنتي بيتي وندي وليداتي للمدرسه. وانا راجعه هاني رجعت، مني رجعت دخلت ارتاحيت واحد شويه حيت عندي الوقت الكافي. انايا غادي نجلس وغنفطر على خاطري وغنجمع داك المعينات وغنغسلهم. وقبل مني فقتي انت ساعه قبل راه غديري العجانه تعجن. الا ما كاينش العجانه خذي قصريه وديري فيها العبانيو، ديري فيها الدقيق وديري الملحه والخميره وديري شويه السنيد وشويه العسل وخلطي العجينه، ما غدلكيها ما والو، غادي تخلطيها وغطيها، ديري فيها دهنها بشويه الزويته في البواطات ولا بلاستيكه، بلاستيكه ديال اللحم وعقدي عليها وغطيها وخليها وسيري نصبغ داك. وعندك حويجات ديري لهم، هادو من الحويجات اللي ما تنبقاوش حنايا مضطرين واقفين عليهم، تنخدموا وتمشيو ونديروا حاجه اخرى. فعلا هادشي النقط اللي قلتي الا تبعوه راه شحال من حدا كتقول مخيره، ما معك حتى شي واحد اللي يعاونك وداك الشيء وتبارك الله عليك منظم الامور، ولكن راه كلشي نظام. فعلا كلشي نظام. انت عجنتي، حيدتي الخبز ديالك، قرصتي، طيبتي، نصبتي الغدا، نقصتي عليه، خليتي طابع على خاطرو، شي شليضه، شي عصير، شي حاجه، انت ساليتي من الكوزينه، دوزي ليا دابا وياك تجبدي ليا. غادي نخمل الصالون، غنخمل البيت نعاس، غنجبد البلاكار. هادشي ما غديريش الصباح، هادشي غديري كيما قلت لك البخاخ الرش، ونمسح الشرازم، نمسح الطوابل، نحيد الغبره، نقاد داك الصالون نضربو، نشطب لي داك الزربيه وشوفي غيخرج لك مع داك الملحه، شطبيها وسيقي لي الدار، حيت مره غنطيق مره غادي نجفف عيب الماء والماء ديال الخزامه ولا الماء ديال الشيح، نجيب ماء ديال الوقيته ديال البرد نكثرو، نبخرو الدار بالشيح وبالخزامه يطرد لنا كاع داك الميكروبات. الا كان شي واحد مريض عندنا ضروري ما نديرو هاد الخزامه ولا الشيح، نطلقوه ونسيق الدار. انا سيقتها حكه مزيانه، الغد غادي نجفف. وشوفي لي الا ما كانش ال11 ولا ال11 ونص ولا قل انك ساليتي كل شيء، ما بقى عندك والو. هاك الوقت فين الواحد يدوش يبدل بيجامته يرتاح، بزاف الحوايج عندك الوقت. انت تقراي، بغيتي تفرجي، بغيتي بزاف الحوايج ديريهم، عندك الوقت الكافي باش غتولي ديري، ما بقيتيش مدروكه بالوقت. انت اللي وليتي تلعبي على الوقت، ماشي الوقت اللي هو تيلعب عليك. فهمتيني اختي سناء؟ الوليدات جاو مع 12، هما جاو مع 12 وهم مول الدار اشنو تيوسخها؟ هادوك الصبابط اللي تيدخلوا بهم لقاع الدار، نوجد لهم صناد لهم في باب الدار، وملي حطوا صبيبه نوقف بوليسيه في الدار، نوقف البخاخ عندي فيه داك الماء والخل وهذا ولا عير جابي المعلمه، ونرش داك الصبيبطات من التحت، وعندي واحد شيفون بازق ولا جفاف ونمسح داك القاع ديال الصبيبطات، ومع داك نديرو في البلاكار ديال الصباط مع الخزامه. عطيت شحال من مره باش يعطروه يدخلوه ويلبسوا راسهم ويدخلوا الدار، كتبقى عندك نقيه، ما يدخلوش اكثر الميكروبات للدار. كاينه صافي تيدخلوا تيتغداو، راه هما غادي يرجعوا عاوتاني للمدرسه، مول الدار غادي يمشي لهذا، انت غتجمعي داك الغدا وغتجمعي داك الطوابل، بقى عندك نص نهار خاوي. بغيتي تصوبي شي بلاكار نمشي نجبد بجهه ما نجبدش كلشي، جهه بجهه، حيت لا دركني جا عندي شي حاد شي حاجه جات عندي نكون انا صوبت هذاك الجهه ولكن ما جبدتش باقه، خليها من بعد ونعاود نصيبها نهار على نهار. ممكن الواحد يدير قيلوله ديال نص ساعه ينوض شي حاجه كوتي. فعلا عطا فعلا كلشي هذاك نص نهار عندك تصوبي فيه الملاوي، تصيبي فيه داكشي وتخبي في المجمد، تصوبي فيه الكروس ديال الكوتي، ما تدخلش لنا كل نهار تماره. نقصوا علينا، نقصوا خدمه نقصنا، نقصوا البلاكار غنخملو، نحيد الحاجه اللي ما باغاش نحيدها، حيت راه بزاف الحوايج والله العظيم اختي سناء الا تيبقاو في البلاكار ما تيتلبسوش. لا فعلا لا نقصوا، ما تيتلبسوش، يبقاو شحال ما تيلبسوش. لو عاد ليلى هادشي كله اللي قلتي كنظام يعني مهم جدا، ولكن راعيوا انه الواحد ما يشدش التليفون 24 ساعه. راه التليفون بزاف اختي، عرفتي شنو فيديو كيديك الفيديو حاجه كتولي في ساعه في ساعتين تما فين كيدرك الوقت، تضيعي الوقت فيه بزاف. واحد البال تسالي وديك الساعه قادي امورك ممكن عندك الحق ديري اللي بغيتي. حتى انا بعض السيدات كتقول لك ما جيت فين سالي بقيت شاده فيديو مره فيديو حسيت براسي بحال عيانه. راه حتى هو كاين هكا
راه كيأثر على علاش مسكين. الراس راه تيدوخ، العينين تيمشيو. علاش اختي نشوف شي حاجه اللي مهمه اللي غتناسبني ونوض نقضي غراضي وما نبقاش شاده. هذاكشي علاش ما كاين حتى فائده، العينين تيمشيو والصحه تمشي وحاجه اخرى. اللهم عليك بالراديو، تصنتي للراديو دي فيلم كان من بيت لبيت حاجه في سناء وهذه بالتجريب ديال حنا بلا ما تلومونا غنضركم في العينين، حنا بالعكس. بالعكس تسمعي. شوفي اختي سناء، انا شحال دابا من عام وانا معاكم وانا تنسمع. دابا انا ما كنتش نسمع الراديو. راجلي الله يخليه ولا يطول ليه في العمر هو اللي قال لي سيدي واحد البرنامج كاين بلغ لي السلام فعلا. وحق الله. واحسن هديه هدى ليا هي هذه، انني نضج وعرفت بزاف ديال الحوايج من خلال هذا الراديو. وحتى انت ولات عندك الحمد لله صدقه جاريه وحسنه. علاش؟ لانه شي حوايج استفدنا منك ومن خلالك الحمد لله ومن خلال المسلمين. والله الحمد لله والشكر لله. نديروا الحوايج اللي غينفعونا، الحاجه اللي تضرنا بلاش منها، نقصوا منها، نبعدوا منها فعلا. واحد الحاجه اختي واحد الحاجه اخرى قبل ما باقي الوقت ولا ساله ومابقاش. عرفتي ما نعاودش لك دابا المخرجه وفاء شير بيديها بلا تسمح لينا. لا اخر حاجه غنقولها باش نقطعوا. اخر حاجه ملي تبغي تنحسي ما تخاصمش مع الراجل، ما تناقريش مع الراجل، ما تغوتيش مع الوليدات، ما تعيطيش على شي وحده نقول لك ديال قتلك لك ولا تحكي لك الهضره ولا هذه ولا هذه وتبقاي ناعسه وانت نوي قالت لي وما قلتش ليها ما قالتش ليا. بعدي على التليفون ونعسي مع راسك بكري باش تفيقي بكري. عندك مهمه وعندك وليدات باقيين صغار، الله يعاونك عليهم. ونتمنى هاد النصائح اللي عطيتها اليوم يفيدوا ونهاركم مبروك. اكيد ان شاء الله. المزيد من النصائح باش كلشي سهل عليك لاله مولاتي رفقه لاله ام ياسين ان شاء الله في حلقات مقبله. شكرا لك بزاف. واكيد الى التزمتوا بهذه الامور والله يعني الحياه كتسهل، لانه الحياه الحمد لله الى يسرتوها عليكم راه الحياه كتزيد تسهل عليكم. فالواحد يلتزم بهذه النصائح ويكون خير. وان شاء الله حتى نتوما اي نصيحه بغيتوا تشاركوا فيها، اي تجربه مع وليداتكم مع الاسره ديالكم مع التنظيم مع التاويل، تواصلوا معنا وشاركوها، لانه فعلا كنستافدوا من بعضياتنا من خلال برنامج لاله مولاتي. لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا في الاخراج والبرمجه الموسيقيه. بقيه اوقات ممتعه.